استنى، انت تعرف ان عمر بن الخطاب خد سيف وكان راح يقتل النبي؟ ايوه حصل. النبي كان مسميه الفاروق صحيح، بس بعد الموضوع ده عمر بن الخطاب لما كان في مكة لقى ان الاسلام بدأ ينتشر وعدد المسلمين كتر، فقام قرر ان هو يقتل النبي. خد سيفه وخرج وهو غضبان، فقابله رجل قال له على فين يا عمر؟ قال له هقتل محمد. قال له محمد من بني هاشم وبني زهرة هيسيبوك؟ قال له وراك ايه؟ أتركت دينك؟ قال له طب استنى بس، انا هقول لك على حاجة عشان باللي انت بتعمله ده. انت تعرف ان اختك وجوزها دخلوا دين محمد؟ عمر في اللحظة دي مبقاش شايف قدامه، وقام يغير اتجاهه وجري على بيت اخته، وهناك كانت اخته ماسكة آية في سورة طه وبتقراها، كان معاها جوزها وكان معاها احد الصحابة بيرتلوا القرآن مع بعض. واول ما دخل عمر قام مطير الورقة اللي فيها القرآن وراح ضارب جوزها والصحابي وضرب أخته لما جاب الدم من وشها. وهنا عمر بدأ يرق قلبه، ولما رأى الورقة بدأ يقراها، لقاها سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وهنا عمر بدأ يقرأ وبدأ السر الإلهي أن يرق قلبه للقرآن للإسلام، وبدأ يشعر إن في حاجة دخلت قلبه ما كانتش موجودة قبل كده. فخرج من عندهم وهو متجه ناحية بيت محمد. لما الصحابة شافوه خافوا أحسن يكون جاي يأذي النبي، ولكن دخل على النبي أول ما شافه ونظر في وجهه شار إليه وقال له يا عمر انطق بالشهادتين. وهنا نطق عمر بالشهادتين، ومن لحظة الإسلام حس بالعزة وبالقوة. ولما سأل النبي ألسنا على الحق؟ قال له نعم. قال له إذا نصلي في أي مكان. ومن ساعتها المسلمين بقوا يصلوا في أي مكان مش خايفين. معاهم بعد ربنا عمر اللي رسلنا النبي دعا إن ربنا يعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب. فاستجابت دعوة النبي في عمر بن الخطاب، وكان فعلا عزة للإسلام، وسماها الرسول الفاروق. صلى على النبي ودايما اذكر الله.